رحت اشتري البطرمان، لقيته بمبلغ وقدره. فقلت طبعا ليه اشتريه بالمبلغ ده كله، وانا اقدر ان انا اعمله في البيت. جبت الطماطم اهي وغسلتها كويس، واروح عامله ايه، واروح جايه على الجزئيه اللي فوق دي، اروح مقطعاها كده، هو مقوراها كده. نشيل الجزئيه دي، وهروح جايه مقطعاها كده 4 ارباع، واحطها واسقطها في الحله. سهله جدا. اروح جايبه طماطم كده، واروح مقوره الحته دي كده، واروح جايه ماسكاها كده مقطعاها صليبه كده. هو هعمل بقى كل الكميه دي واحطها في حله على النار من غير ولا نقطه ميه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. ادي الطماطم كده بعد ما حطيناها على البوتاجاز وغلت كويس واستوت وبقت مهروسه بالطريقه دي. هنعمل الخطوه اللي بعد كده، هناخدها كده ونحطها في الخلاط. نحطها في الخلاط كده ونضربها، وبعد كده نردها في الحلة تاني لحد ما تثبت كويس، وكل المية اللي فيها دي كلها ايه تتبخر. نحط لحد ما ايه، على قد ما الخلاط يعني ايه يستوعب معانا. هضربها بقى في الخلاط كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده اخدها اصفيها، وبعد كده احطها في الحلة تاني. ادي الطماطم بعد ما ضربناها في الخلاط كويس وصفيناها، هنحطها بقى على البوتاجاز عشان خاطر الميه والسوائل اللي فيها تتبخر وتبقى صلصه مركزه. وادي الطماطم كده لما نحس ان هي خلاص فقدت يعني معظم الميه اللي فيها، بنعمل تريكه هقول لكم. هنعمل كده بخليط النشا على الطماطم، ونسيبها برضو ايه تغلي مع بعضها كده لحد ايه ما تتقل، وهنشوف مع بعض القوام المطلوب. وبعد كده هنضيف معلقتين سكر برضو للحفظ. وصلنا كده للقوام المطلوب. ادي بصوا كده تقلت ازاي. طبعا مش هننسى معلقه السكر للحفظ. هستناها بقى تبرد تماما، وبعد كده نكون مجهزين برطمانات معقمه وبنفضي فيها بقى الصلصه دي. خلاص الصلصه بتاعتنا هديت اهي. نبدا بقى نغرفها على قد الايه، على قد الاكله. جبنا كوبايه، حطينا في كيس كده بالطريقه دي عشان تبقى العمليه سهله، ونعبي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحد بقى على حسب ايه احتياجه واستخدامه منها. انا مثلا شايفه ان كده الحجم ده كده كويس، على قد ايه، على قد الاستخدام. لو حبيت استخدم مثلا كيسين تمام، واطلع منه الهواء طبعا كده، واروح ايه ربطاه، وابدا بقى ايه اعمل كل الكميه اللي باقيه اهو.
اجيب الكيس واحطه كده في كوبايه عشان تبقى ايه عمليه ايه سهله بالنسبه لنا اهو كده. نبتدي بقى ايه نغرف على قد احتياجاتنا. خلص بقى كل الكميه عشان ما اطولش عليكم. خلاص الصلصه بتاعتنا هديت اهي. نبدا بقى نغرفها على قد الايه على قد الاكله. جبنا كوبايه حطينا في كيس كده بالطريقه دي عشان تبقى العمليه سهله. ونعبي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحد بقى على حسب ايه احتياجه واستخدامه منها. انا مثلا شايفه ان كده الحجم ده كده كويس على قد ايه على قد الاستخدام. لو حبيت استخدم مثلا كيسين تمام. واطلع منه الهواء طبعا كده واروح ايه ربطاه. وابدا بقى ايه اعمل كل الكميه اللي باقيه اهو. اجيب الكيس واحطه كده في كوبايه عشان تبقى ايه عمليه ايه سهله بالنسبه لنا اهو كده. نبتدي بقى ايه نغرف على قد احتياجاتنا. خلص بقى كل الكميه عشان ما اطولش عليكم. ادي كل الكميه خلصناها. نبتدي بقى ندخلها الفريزر براحتنا ونطلع منها على، على قد استخدامنا. وكده وفرنا كتير. ادي كل الكميه خلصناها. نبتدي بقى ندخلها الفريزر براحتنا ونطلع منها على قد استخدامنا. وكده وفرنا كتير.